مساء الخير متابعيني الكرام. لأول مرة يشوفني. أنا دينا حسن تكات وصفات دندونة. النهاردة هنعمل مع بعض أكلة ما بيختلفش عليها اتنين، الفول المدمس والطعمية. هنعمل مع بعض الفول المدمس، مع إن أنا عملته قبل كده في رمضان. أهو أنا جبت الفول ونقعته بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده كده أهو ليلة كاملة، وبعدين هنزل عليه بمية مغلية بعدين هننزل عليه بمعلقة كركم، وهننزل عليه طماطم مقشرة اهو، وهنزل عليهم بشوية عدس. دي كوباية عدس على فكرة. اهو وبعدين هنروح مغطيين عليه، مجرد ما يغلي هنبتدي نوطي خالص خالص خالص. هو بيقعد ساعتين، يعني انا بيقعد عندي ساعتين بالظبط وبيستوي. وهنا ادي الطعمية. ادي جبت فول مدشوش وحطيت عليه فلفل، وحطيت عليه فلفل حامي اهو، وحطيت عليه بصلايه وكزبره وبقدونس وده كرات. هحطه في الكبه وارجع لكم تاني. بصوا بقى منظرها بقى عامل ازاي ما شاء الله. لا حطيت بقى فيها ميه ولا اي حاجه. بصوا ما شاء الله اهي. بصوا حتى كثافتها عامله ازاي. هخلص باقي الكميه وارجع لكم تاني. بصوا خلاص اهي الطعميه عندي اهي اتفرمت. شلت اللي انا شلته في قلب الفريزر، ودي اهي اللي انا هقليها. هحط فيها ايه بقى؟ بصوا حبايب قلبي، هحط فيها بصلايه صغيره، وهحط عليها شويه بقدونس، وهحط عليها شويه بيكنج باودر. بصوا شويه صغيرين قد كده، مش كتير. وعندي هنا انا بقى البهارات بتاعتي. انا حاطه بقى كمون، على فلفل اسمر، على كزبره، على كاري، على ملح، وحاطه سماق اهو. دي البهارات بتاعتي اللي انا بستخدمها للطعميه. هروح واخده مثلا معلقه كده اهو، هروح حطاها ونقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض اهو. وحطيت طبعا الزيت بتاعي اهو، بس يا دوبك بس يقدح اهو. وزي ما انا ما قلت لكم عشان ما يطرطش، فاحنا هنروح حاطين عليه معلقه ملح. حاسه كده ان هو هيطرقع مثلا ولا حاجه، خدش معلقه ملح بقيت انت كده في التمام اهو. ونفضل بقى نقلب فيها كده 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 كده، ندخلها شويه هواء اهي. زي ما انتوا شايفين بتبقى طعمه جدا 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 اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وهطلعها على شويه بقدونس ومقطعه
بصل وحط عليه سماق، ده عكاب السماق بس اهو. شكليها بقى زي ما انت عايزه اهو. قلبناها كويس جدا اهو كده اهو، كله اختلط ببعض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن كمان تحطي فيها بيضه، بس انا يعني هم عايزين ياكلوها كده يعني بدون بيض، انما ممكن تحطي فيها بيضه كمان بتبقى طعمها قوي، وانا بحبها ساده عموما اهي. ممكن نعملها كده اهو. لو عندك سمسم ممكن تحطي، انا ما عنديش للاسف سمسم اهو. وبعدين نشكلها بايدينا. بصي للحبايبي اللي كانوا كاتبين لي على الخاص وكانوا بيقولوا ان هي يعني مجرد ما حطوها في الزيت فرشت منهم، طبعا لانك حضرتك مكتره الميه فيها، اكيد فيها ميه، طالما فيها ميه بتبقى الطعميه مش ماسكه نفسها اهي. عملتها اهي ما شاء الله تبارك الله اهي، وبتبقى تحفه ما شاء الله، طعمها حلو جدا 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 جدا. يا ريت لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش الفولو والشير والدعوه الحلوه اللي من القلب، ما تبقيش بخيله بقى على اختك دندون اهو. وبعدين لما تيجي تعملي اعملي على قدك، يعني ما تكتريش فيها او على حسب اللي هياكل. هي حلوه انا عبيتها في اكياس، الكميه اللي انا عملتها عبيتها كلها في الاكياس وشلتها في الفريزر. قرب ما تيجي مثلا هتعمليها طلعيها واضربيها في الكبه واعمليها بنفس الطريقه بتاعتي كده، بتبقى ممتازه. انا مش يعني هغلي الفيديو مش هجري اهو. بصوا بقى، بصوا ما شاء الله اهي. ما نقلبش فيها خالص غير لما تحمر من تحت. الناس اللي كانوا طالبين مني الطعميه اهي انا عملتها يعني جبت الفول المدشوش، او لو عايزه تعمليها بالحمص والكي غسلتها ونقعتها ليله كامله، وبعد كده ضربتها في الكبه مع الخضره بتاعتها، وما بنتبلهاش خالص بقى. يعني احنا ما بنتبلهاش خالص خالص خالص، الا قرب ما بنيجي مثلا هنعملها بنروح متبلينها. انا تبلتها، حطيت بتاع دوت ذره بيكنج باودر، وحطيت عليها بصلايه وبقدونس اوكي. وهنا التحابيش بتاعه الدندونه ملح وكمون وكزبره وسماق وفلفل ابيض او فلفل اسمر، مش مشكله يعني، مش مشكله اللي عندك. وبقت عندي الدقه اللي انا بحطها على الطعميه بتاعتي. جربيها بالطريقه دي بقى وشوفي بقى يعني طعمها هيبقى عامل ازاي. بصوا اهي، معلش انا مش هجري علشان حبايبي اللي كانوا داخلين لي على الخاص وكانوا عايزين يشوفوا الطعميه بتتعمل ازاي اهي. بصوا بكل تكات ووصفات دندونه اهي. بصوا انا بحبها مقرمشه، انتي على حسب بقى ما تحبيها بقى. يعني انا بخليها كده يعني تتحمر، تبقى يعني باكلها كده تبقى مقرمشه، بتبقى مقرمشه ولذيذه وطعمها حلو جدا اهو. بصوا معايا ما شاء الله اهي، ما بتاخدش وقت عموما زي ما انتوا شايفين اهو. انا معلش بقى يعني انا مش هفصل خالص الكاميرا، خليها دايره كده اهي. بصوا البصلايه انا بحبها عموما. بصوا لا فكت ولا حصل لها حاجه، تبارك الرحمن اهو ما شاء الله تبارك الله اهي.
بصوا بس يعني تستني عليها في التحمير، لازم تتحمر كويس عشان ما تبقاش نيه اهي. يعني انا بتك عليها شويه، بصي كده اهي لسه، يعني انا بخليها تبقى ما شاء الله حلوه جدا اهي. وطبعا مش هيلسي، يعني دي الطريقه دي كده مش هيلسي، انما ممكن لو عندك الافراير ممكن تعمليها فيها. بصوا اهي، بصوا تبارك الله، تاخدش هي ما بتاخدش وقت، بس لازم تتحمر كويس. بصوا بصوا لسه اهو. جربيها بطريقتي، عايزه تعمليها بالحمص اوكي، عايزه تعمليها بالفول المدشوش ماشي، عايزه تعملي نص كده ونص كده زي ما تحبي. بصوا الطعميه بكل تكاتها وحركاتها تبارك الله ما شاء الله اهي. بصوا اهي ما خدتش وقت. بسم الله الرحمن الرحيم اهي خلصت معايا. بصوا بقى لا طرطشنا زيت ولا حاجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. وبقت معانا الطعميه الجميله الحلوه اهي. بصوا ما شاء الله اهي. بصوا الطعميه ايه رايكم اهي. بصوا اهي تبارك الرحمن اهي. وانا حاطه بتاع ديت بصلايه دعكاها بالسماق، وحاطه بقدونس عليها. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهي. بصوا جميله جميله حلوه قوي قوي قوي. ابلعها. انا كده اهو عملت لكم الطعميه البيتي بتكاتي وحركاتي، وان شاء الله تنول اعجابكم. يا ريت لو عجبتكم ان شاء الله باذن الله ما تنسوش الفولو والمتابعه، وزي ما انت استفدتي يعني شيلي لغيرك عشان خاطر برضو هم يستفادوا. ويا ريت تتابعوا قناتي على اليوتيوب وتشتركوا فيها، وانتظروني في الفيديو جديد. بحبكم في الله، باي باي. بصوا حبايبي خلاص الفول معايا استوى ما شاء الله تبارك الله. بصوا الحبايه، بصوا تبارك الله، بصوا الحبايه مستويه ازاي. هروح بقى شايلاها من هنا كده، وهنعمل بقى شويه فول وهنعمل ايه من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي اهو، بصوا الحبايه، بصوا الحبايه، بصوا مستويه ازاي. بصوا بصوا تبارك الله. انا قلت لكم ان انا بجيبه وبنقعه من بالليل للصبح، وبعد كده بحطه ما بياخدش معايا ساعتين 2 اهو. بس ببقى موطيه النار قوي واسيبه بقى لما يستوي كده. وكل اللي انا بحطه عليه عدس وكركم وطماطم، اكتر من كده ما بحطش. والميه طبعا لازم تكون مغليه، وما بزودوش بقى ميه. الميه اللي انا بحطها خلاص على كده هي بتستوي منه فيه اهي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا بصوا تبارك الله بتاع الحله بتاع سخنه. بصوا اهو زي ما انتوا شايفين اهو، كهرمان كهرمان كهرمان. بصوا ما شاء الله اهو. بصوا يعني مش مستحمل زبده اهو. انا كنت عملته معاكم في رمضان، واديني اهو بعمله قدامكم اهو. بصوا بصوا ما شاء الله. بصوا اتهرس اهو، مش محتاج يعني، مجرد ما بحطه كده خلاص. وهحط عليه شويه الخلطه بتاع الدندون
وباجي بحط عليه معلقة طحينة اهو، واقلب الحاجات الجميلة دي كلها مع بعض اهو، وهحط شوية ملح شوية مية كده من الفول ده، مش مشكلة، كده كده هيتهرسوا معاه اهو. بصوا تبارك الله، بصوا شوية الفول دول تحفة، عملتيه في البيت وضمناه وصحي جدا 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 جدا. بصوا شوية الفول تبارك الله اهو، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الفول عامل ازاي. جربي طريقتي ديت ان شاء الله هتعملي احلى فول. والله انا كل اللي يدوق الفول بتاعي يعني كله بيحكي وبيتحكى بيه. طبعا اهو انا بعمله من زمان ما شاء الله، هي نفس الخلطة ونفس الحاجات اللي انا بحطها فيه، بس باجي بقى لما اجي بنوع فيه بقى. مرة اعمله مثلا بالبيض والسجق، مرة بالبيض والبسطرمة، مرة اعمله مثلا بالزبدة، مرة اعمله ببصل وطماطم وفلفل. يعني كل مرة بنوع فيه، واحيانا اعمله بالطريقة اللي هي البسيطة ديت اهي. مجرد ما سخن معايا بحط عليه شوية زيت اهو، شوية زيت ذرة او زيت عباد اللي عندك اهو. ومجرد ما بطفي عليه بروح نازلة بشوية عصير ليمون اهو، وخلص الفول بتاعي اهو. وبألف هنا وشفا على قلبكم. جربوا الطريقة ان شاء الله تعجبكم جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لي متابعة ولايك وشير ودعوة حلوة كده من القلب، وانتظروني في فيديو جديد مع تكات وصفات دندونة. بتحبكم في الله. باي باي.